السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة نعمل بسكوت وكيكة اليانسون كده، حاجة بصوا هشة وجميلة ازاي وبتدوب بمجرد بس ما نمسكها. ما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوة، او بسكوت انا زي ما ناس كتير بتقوله، بس احنا هنخليه كيكة وكمان هننشفه شوية. ما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوة، يا خرابي على الجمال والحلاوة. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. بصوا كمان الكيكة هشة ازاي وجميلة، مع كوباية شاي كده سخنة، او كوباية شاي بلبن، او كوباية نسكافيه، اي حاجة كده. اقعدوا كده ويا نهاري وانسوا كل النكد اللي حصل لكم في الاسبوع ده. ايوه محتاجين حاجة كده تدفينا. معلقتين ينسون احطهم على طاسة على النار كده، نار متوسطة، بس اول ما يبدأوا كده يتحمصوا خلاص 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة مش كبيرة، وهحط عليهم معلقتين اليانسون اللي احنا حمصناهم زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا بقى اقلبهم كويس جدا واسيبهم على جنب. ابدأ في السوائل، 4 بيضات عندي، عليهم ظرفين فانيليا، عليهم حطيت ظرف تاني فانيليا، وكمان عليهم ايه بقى، عليهم كوباية سكر زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اضرب فيهم كويس جدا لحد ما لونهم يبدأ يفتح عندي، وهقوم ضايفة عليهم نص كوباية زيت بس لما الاقي لونهم يفتح زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما توصل للون فاتح جدا اقوم ضايفه لها بقى الدقيق باليانسون بتاعي بالبيكنج باودر بالملح، اقلبها كويس جدا كده. انا خلصت، هي دي المقادير بتاعتي وكده خلصتها كلها زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اجيب البايركس بتاعي ادهنه زيت من تحت كويس جدا، واقوم منزله فيه العجينه دي زي ما انتوا شايفين كده. هو بدهن البايركس معاكم، واقوم منزله فيه العجينه اللي احنا عملناها دي، وتحطي من فوق رشه زيت. رشه الزيت دي هتسهل عليكي ان انتي تفرديها. انا اما حطيت الزيت فردتها بالسباتيولا، ما احتجتش ان انا افردها بايدي زي ما انتوا شايفين كده. افرديها خليها كلها كده حجم واحد وبس. دخليها بقى الفرن 30 دقيقة زي ما انتوا شايفين. طلعت بالجمال والحلاوة دي. احنا عن نفسنا بنحب ناكلها كيكة اكتر، فسيبنا 3/4 كيكة بس. هبدأ ان انا اقطع النص التاني عشان اعمله بسكوت ينسون، اللي هو ان انا احمصه في الفرن زي ما انتوا شايفين. بدأت اقطعه بالطريقة دي كده بسكينة طرنشاته بالراحة لانه كان سخن جدا، فما كنتش عايزاه يتفرول مني. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا بقى اقسمه نصين، وهحط دلوقتي في الفرن كده زي ما انتوا شايفين. هدخله كده في الفرن وبس بالظبط يتحمص من الوشين وخلاص كده، والف هنا وشفا. ما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه. وزي ما قلت لكم كوبايه شاي بلبن كده نظبط بيها المود ونقعد كده يا خرابي في 60 دقيقه اي حاجه المهم صحتنا. والف هنا وشفا. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات القديمه. يا خرابي على الجمال والحلاوه.